القلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا، في السلم أو في الحرب. في تاريخنا هنلاقي كثير من البطولات. المصريين لهم تاريخ طويل وحافل، لما هندور هنلاقي قد ايه في نماذج وشخصيات لابد من إلقاء الضوء عليها والتحدث عنها، ويمكن بشكل دائم. من هذه الشخصيات أب وابن. عالمصري دور لوطن عاشق مصر بالفطرة، ما بين سطور التاريخ وسيرته دي عطرة، ويبني يعمر في بلده ويبني بيوت خضرة، ومهما بئس زمانه عشق الوطن حضرة. الجد كان اللواء أحمد صادق باشا، قائد بوليس الحرس الملكي في عهد الملك فؤاد ثم الملك فاروق وحتى عام 1948. الوالد كان الفريق أول محمد أحمد صادق، نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والإنتاج الحربي في عام 1971. والآن لقائنا مع الابن السيد أحمد محمد صادق، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في المجال اللوجستيك. أهلا بحضرتك يا فندم وشكرا على الاستضافة. الله يخليك. الحقيقة الجد والوالد ليهم قصص كثيرة وحكايات في التاريخ مؤثرة بشكل كبير جدا. نبدأ بالجد، وكان شخصية في البلاط الملكي وفي العصر الملكي مؤثرة بشكل كبير جدا. كانت حياته ونشأته ازاي؟ والله أنا مواليد 48، وآخر يوم في 48 أو 29 ديسمبر 48. والفترة دي كان الوالد قائد سرية الحرس الملكي في حرب فلسطين، وكان الأخبار منقطعة عن الوالد في الفترة دي، وبالتالي ما تمش تسجيلي غير 31 ديسمبر، واللي سجلني هو جدي الله يرحمه. فطبعا قعدنا يمكن اسبوع او 10 ايام لغايه ما ظهر اخبار عن الوالد في حرب فلسطين. ده كان اول تاتش. طبعا جدي كان ساعتها طلع على المعاش 48 نفس السنه، و طبعا كذاكره هو عاش لغايه سنه 56. واللي يمكن الشيء اللي أثر على برضو حياته هو فقدانه ابنه الثاني اللي هو كان الله يرحمه الصاغ محمود صادق، كان قائد حمية غزة، وده بتاريخ 28 فبراير 55. ودي كانت نقطة محورية غيرت تاريخ التسليح في الجيش المصري، لان من بعدها بعد العمليه بتاعت غزه لما هاجمت قوات اسرائيليه قطاع غزه واستشهد عمي وعدد كبير من الجند والضباط اللي كانوا معاه، ابتدت مصر تلجأ للسلاح الشرقي. وكان اول صفقه سلاح تمت عن طريق الاتحاد السوفيتي، مش مباشر، عن طريق دولة تشيكوسلوفاكيا، وده اللي حصل بعد 28 فبراير. فأنا بعتبر التاريخ بتاع استشهاد عمي هو تحول في سياسة التسليح بالنسبة لمصر. ده كان بالنسبة لجدي. طبعا جدي الله يرحمه هو كان طول عمره هو خريج اصلا، مش كانش بوليس، هو كان اصلا ضابط جيش،
والتحق بالقصور الملكية ودخل في السلك الشرطة. طبعا حصل على يعني كل تقدير من الملك في حادثة فبراير 42 لما تصدى للقوات البريطانية اللي جت حصرت القصر عابدين، وكانوا بيطالبوا بتغيير الوزارة وعودة النحاس كحزب الوفد يعني. فده كان برضو نقطة محورية في تاريخ جدي يعني. حضرتك تعرف عنه بعض الذكريات من ايام الملك فاروق مثلا؟ كيف الملك فؤاد، عفوا انا ملخبط، كيف تخلى او بعد عن الجيش في سبيل ان هو ضابط بوليس بالنسبه للسرايا؟ يعني أيوة. اكيد دخول السرايا ده طبعا مش اي ضابط بيدخل السرايا. يعني انا ما اتذكرش بالظبط حاجه زي كده او ما اتحكاش قدامي السبب، لكن من الحاجات الطريفه ان والدي نفسه الله يرحمه لما التحق بعد الثانويه العامه او بعد التوجيهيه ايامها حاجه يسموها، التحق بالشرطه ودخل مسابقه حضرها الملك فاروق، وكان ايامها ضرب نار، وطلع الاول في ضرب النار، وسال مين الشخص ده، قالوا ده ابن اللي هو احمد صادق باشا، فحوله وهو في الكليه الشرطه الى القوات المسلحه، فكان يعني عكس الاتجاه بالظبط وبالتالي هو دخل متاخر عن دفعته حوالي شهرين ونص، ورغم كده تفوق، ولكن لقى قبول بالنسبه له لان هو يعني اكيد كان متاح بالنسبه له الجيش والشرطه، وهو اختار الشرطه في الوقت ده. هو في الاول طبعا على اساس والده كان قائد الحرس الملكي وشرطه، فبالتالي اوتوماتيك بالتالي كان متجه للشرطه، او كان ما اعرفش الظروف ايه، لكن انا متاكد منه ان هو الملك هو اللي امر بنقله من الشرطه للقوات المسلحه. هل حكى لحضرتك او تسمع برضو نقلا عن الاسره بعض الحكايات عن الملك فاروق نفسه؟ حضرتك عارف كثير طبعا يعني كان ليه شعبيه كبيره في اوساط الناس البسطاء. اما موضوع ان هو موقفه بعد الحركه بتاع ضباط الاحرار، طبعا اللي ساعد على القضاء على الملكيه في مصر للاسف هي والدته، هي النظلي، هي من اسباب انهيار الملكيه في مصر، لان طبعا هو كان بيعاني من مشكله تصرفات والدته، وكان والده كان قاسي جدا اللي هو الملك فؤاد، فبالتالي كان ده انعكس على شخصيه الملك نفسه. لكن اللي اقدر اقوله كمان ان الملك نفسه في فتره قيام ضباط الاحرار كان ممكن جدا يتصدر للقوات اللي طالعه، وكان في ناس مؤيدين له خاصه في البحريه في اسكندريه وده، لكن هو رفض ان يراق اي دم اي مصري، وتنازل عن السلطه لابنه يعني بمنتهى السهوله، وكان زهد غالبا السلطه في الفتره دي. انا هتوقف عند هذه الكلمه، ان هو وطني وان هو بيحب بلده، وانه رفض ان يراق اي دم اي مصري بالزبط. بسبب هذا الموقف او الملكيه، وتنازل عن العرش او يعني اجبر على التنازل عن العرش. هذا الرجل لما اجي اقارن هذا الموقف مع مواقف اخرى قيلت عن الملك فاروق، من حريق القاهره على سبيل المثال، من الاسلحه الفاسده في حرب فلسطين، حضرتك سمعت ايه عن هذه المواقف؟ بالنسبه للاسلحه الفاسده، وطبعا الوقت ده كان حرب 48، وكانوا بيجيبوا سلاح من عن طريق كذا مصدر، وما سمعناش ان زي ما اشيع بعد كده ان الطلقات بتطلع في الخلف وبتموت الناس والكلام ده كله. بالعكس في بطولات كتير للجيش المصري في حرب فلسطين، والهدنه يعني اللي حصلت والخيانه من بعض الزعماء العرب هي اللي ادت للي حصل، بجانب ان
التنظيمات الصهيونية اللي كانت موجودة، شترن أو خلافه، كانوا عندهم من التسليح ومن التنظيم أفضل كتير من للأسف من الجيوش العربية اللي هي ما قامتش بدورها كما يجب. وكان عملية وقف إطلاق النار ما كانش لصالح الجيوش، لأن كان في قوات مصرية دخلت فلسطين وكان بتحارب في فلسطين، وفي شهداء مصريين كتير سقطوا في حرب 48. وكان في تنظيمات طبعا اكثر تنظيما، او نقول او مجموعات يهودية تتلقى الدعم من كل دول العالم، خاصة من امريكا ومن روسيا في نفس الوقت. وما تنساش ان دي اول دول اعترفت بيها يعني. هم الروس كانوا يعني عايزين هم نفسهم يتخلصوا من اليهود، فما كانش والله عندهم في الوقت ده اوروبا كلها كده مشكلة. يعني. للاسف هي وكان لابد من بيتكلمونا على ان تلبية احنا الطلب يعني. ضد السامية، واحنا ساميين زيهم زينا زي اليهود يعني. لكن هم مش حبا في اليهود قدر ما هي كرها انهم يخلصوا منهم يعني. واحنا لازم نفرق ما بين كلمة يهودي وصهيوني، لان طبعا الصهيونية ده فكر متطرف وما زال يمثل خطورة علينا، عكس الديانة اليهودية ديانة احنا بنعترف بيها ويعني ما عندناش حاجة ضد الديانة اليهودية، بالعكس يعني. نرجع للملك فاروق، وحضرتك ذكرت ايضا ما يقال ويسرده التاريخ عن والدة الملك فاروق. الى اي مدى حضرتك شايف تأثيرها؟ يعني هل التأثير كان من خلال ان سلوكياتها كانت بيعترض عليها الشعب المصري فبالتالي كانت بتؤثر في نفسية الملك، ام انها كانت تتدخل بشكل او باخر في الحكم وفي آرائه وفي تصرفاته؟ والله هي علاقاتها الشخصية وتصرفاتها، بجانب كمان ان لو خدنا تاريخ بعد وفاة الملك فؤاد، هي حاولت طبعا ان هي تسيطر على الملك الشاب اللي كان لسه ما بلغش سن الحكم يعني، واضطر يرجع من انجلترا ويقطع دراسته. لكن في نفس الوقت علاقاتها ببعض الشخصيات، بجانب ان هي فيما بعد لما اتنفت او نفاه الملك وعاشت في امريكا، وبعد كده سلوكياتها مع البنات ومع زيجات حصلت معينة، لدرجة ان هي في النهاية غيرت دينها، وهي مدفونة في مقابر مسيحية في امريكا يعني. فهي طبعا دي بالنسبة له كانت مشكلة هدك بالنسبة للملك، وكان نقطة ضعف قوية جدا، وبالتالي هو في الاخر تخلى عنها يعني. الجد القائد اللواء احمد صادق باشا كان قائد الحرس الملكي، واكيد كان يعني بيرى اشياء كثيرة جدا داخل السرايا. كيف كان يتعامل مع السرايا ومع الملك في هذه المرحلة؟ والله يعني ما اقدرش، صعب جدا، لان انا ايامها يعني عشت او عشت فترة لغاية وفاة جدي 56، كان عمري 8 سنين، فما اقدرش. ما تسمعش حكايات معينة؟ اسمع حكايات طبعا عن قصر راس التين طريقة الملك في المناسبات، والملك كتصرفات شخصية طبعا، سواء في نادي السيارات او في اسكندرية. اولا الملك عمره ما شرب كحول فعلا، وكان راجل برضو بيتقرب من الازهر ويتقرب من الدين، وكان يعني ما اقدرش اقول ان هو كان متدين بدرجة عالية، لكن هو كان حريص ان هو يبقى يتقرب من الاسلاميين وليس الاخوان.
هل كانت مشكلته انه يعني ليس سياسيا كافيا ولا هو إيه؟ اجتماعيا يتهيألي اثرت عليه جامد، بجانب ان هو كان حواليه شله من الطلاينه اصدقائه برضه اللي هو بولي وخلافه. دول كانوا طبعا بيسهلوا له امور معينه في اللهو وفي البعد عن وكانوا ليهم تاثير جامد. وكذا مره في ناس نصحوه كتير انه يبعد المجموعه الايطاليه دي عنه، وللاسف ان هم كان ليهم تاثير سلبي ما يقلش عن الملكه كانوا بيتدخلوا في طبعا، أمور بجانب ان هو طبعا جوازة الملك الاولانيه كان شعبيه كانت محبوبه جدا من الشعب، الملكه فريده. وكان ده بالنسبه يحكى طبعا، انا ما عاشرتش الكلام ده. وعمليه طلاقه من فريده وجوازته الجديده في سنه 51 كانت بالنسبه له برضو من الحاجات اللي هي الناس ما حبتهاش يعني. حضرتك تحدثت عن بولي، البعض قال عنه انه كان مجرد شخص بيبحث عن مصالحه فبالتالي لازم يرضي اهواء الملك والاخرين ايضا قيل عنه انه لا ده كان يعني صهيوني زي ما حضرتك ذكرت، او بيتبع الصهيونيه العالميه بينفذ ارادتهم. انا بولي شفته بعد كده فتره طويله، هو ايطالي وليس مش صهيوني ولا حاجه، بس طبعا الطلاينه معروفين انهم ناس يحبوا الفرفشه ويحبوا هم تسلطوا عليه خاصه في لعب الكارت والحاجات دي كلها يعني اكتر من اي حاجه ثانيه يعني. كانوا يؤثروا عليه عشان يؤثر على الملك فاروق؟ لا، ولا من باب التقرب ليه ان هو طبعا هو كشاب صغير تولى السلطه، فالحاشيه اللي حواليه ليها تاثير طبعا ممكن يكون سلبي اكتر ما هو ايجابي يعني. حريق القاهره حتى الان لم يعرف. حريق القاهره حسب معلوماتي انا ان ده موضوع معمول من المخابرات خارجيه، واشترك فيه جماعات مخابرات امريكيه مع اليهوديه. دي معلومات كآراء ولا دي معلومات من القراءات اللي انا بطلع عليها في فتره السنين، انما مش نقلا عن الجد او لا مش نقلا عن الجد او الوالد. لا طبعا. ما هي المواقف الاخرى المؤثره؟ يعني التاريخ في المرحله دي كان مؤثر جدا، يمكن مش ايام الملك فؤاد ولكن في ايام الملك فاروق، وبالذات في الفتره الاخيره وما بعد ذلك وقيام الثوره. ايه هي اكثر المواقف المؤثره اللي حضرتك تذكرها نقلا عن الجد او عن الوالد؟ والله شوفي، يعني انا ما اقدرش احكم بالظبط ايه اكتر الحاجات المؤثره، لكن طبعا حرب 48 وما اشيع عن اسلحه فاسده واغتصاب فلسطين، وبعد كده عوده القوات بعد 48 او معنى صح 49 لما رجعت. كل ده طبعا اججت مشاعر الضباط الاحرار، وكان في تنظيمات اخرى كتير قبل الضباط الاحرار، وكان بتعمل برضو على عملية تغيير او تعديل اوضاع، ولكن ما كانش بالمفهوم اللي هو تم به حركة الضباط الاحرار، بمفهوم اصلاحي وليس مفهوم ثوري. وكان في حركات من ايام عزيز المصري، وبعد كده في مجموعات تانية طلعت، الفدا اظن دي من المجموعات اللي هي المصرية الوطنية. هو الوالد كان في هو الوالد كان في مجموعة معينة، وكان في منشورات معينة بتوصل للقصر عن طريق بعض الناس اللي هم منضمين للحركة بتاعت الفدا. بالنسبة للمجموعة بتاعت الفدا،
فهي رجال الفدا اللي كان والد أيوة. حضرتك منضم اليه. منضم ليهم، كان في الفترة اللي هو موجود في القصور الملكية. وكان عبد العزيز علي هو اللي كان قائد وده يعتبر ابو الثوار في مصر. يعني للاسف التاريخ حتى الحديث ما بيديلوش حقه، ورغم ان كل الضباط الاحرار عارفينه ومقدرين. وده يمكن اللي خلى الوالد بعد 52 لما قامت الحركة بتاعت الضباط ان هم خيروا الوالد بين ان هو يطلع في وظيفة مدنية او ان هو يستمر في القوات المسلحة. وتمسك الوالد بالاستمرار في القوات المسلحة جعلوه طبعا ابعدوه شوية عن عينوه قائد للمنطقة الصحراء الغربية. يعني كان يعتبر اول محافظ في منطقة مطروح والحتة دي، وقعدنا فيها من 53 ل 55 فترة مرسى مطروح. ما كانش في محافظ ايامها. كان في مجموعة رجال الفدا. رجال الفدا كان موقفهم ايه او هدفهم ايه؟ يعني هل هو الاصلاح وليس اصلاح وليس بالظبط كده. اللي ما كانش عاجبهم اوضاع الموجودة في الملكية. الجد كان مع الثورة ام ضدها؟ وما اقدرش اقول بالظبط جدي موقفه ايه، لكن اللي اعرفه طبعا ان العلاقات ما رجعتش بين جدي والوالد والثوره غير 55 بعد وفاه عمي. يعني راح عبد الناصر وعبد الحكيم عامر حضروا الجنازه، وبعد كده صدر قرار من جمال عبد الناصر ان الوالد يرجع تاني للجيش القوات المسلحة. والوالد كان بعد كده في 56 هو كان رئيس اركان حرب القوات المنسحبة من سيناء واللي اشرف عليها الوالد. يعني كان في خلاف بين الجد والوالد؟ لا ما كانش في خلاف، كانوا الاثنين متفقين. الجد كان طلع معاش 48 وبالتالي لكن اراءه لانه كان بس طبعا يعني ما يتهيأليش ان كان في اي نوع من الخلاف. يعني او انه طبعا واحد خدم طول عمره في القصور الملكيه او في ما يتهيأليش ان هو بيرحب بثوره قوي. يعني ده الجد. اما الوالد فالوضع يختلف، لان الوالد كان غير راضي عن اوضاع معينه في الملكيه. هناك الكثير برضو من الشخصيات الوطنية كانت مشاركة مع والد حضرتك في رجال الفدا. ايوه نذكر منهم مين؟ الدكتور ثروت عكاشة كان مع الوالد. وكان في الله يرحمه الشهيد وجيه خليل، وده استشهد في الحرب في فلسطين 48. ده كان من الشخصيات اللي اتذكرها يعني، ودايما الوالد بيذكرهم يعني يعني كان زعيم وجيه الله يرحمه. ماذا عن الوالد كأب وليس كشخصية في مصر وطنية؟ ما فيش شك ان الوالد رحمه الله عليه كان طبعا شخصية عسكرية بمفهوم الانضباط والضبط والربط والتربية. بالنسبة لنا احنا يمكن الفترة الوحيدة اللي كان بنشوفه اكتر هي يمكن فترة لما طلع ملحق عسكري في المانيا، فترة من 62 ل 65. وكان الفترة دي بنشوفه اكتر لان هو خلاف كده في الوحدات، فيعني قليل كنا نشوفه. كان دور الام بيبقى اكبر كتير من دور الاب. ولكنه كان شديد. ما فيش شك ان هو كراجل عسكري، العسكريين انت عارفه ليهم سيستم معين. انا الوحيد يمكن اللي مش عسكري في القصه دي كلها يعني. لكن بجانب كده طبعا الرحمه لدرجه ان هو حتى بعد ما ترك الخدمه سنه 72 اتجه للزراعه. يعني رجع تاني للارض بتاعتنا والزراعه والبلد كلها هناك في الشرقيه عارفينه. في يعني بيقف ينقل عساكر، ينقل واحده عاوزه مساعده، واحده عاوزه كده. فهو كان شعبي جدا او يعني بسيط جدا مع الناس. يعني ما كانش رغم ان هو وصل لاعلى المراتب في الحكومه يعني. والجد
والجد ما اقدرش انا طبعا اتذكر الجد ايام ما اروح اخد العيديه بتاعتي وانا صغير بتاع. كان جد بقى خلاص يعني ما فيش العسكريه. لا ما كانش فيه العسكريه، لان طبعا ومعامله القصور غير معامله الوحدات العسكريه. ما فيش شك طبعا يعني ده في الصحراء على طول فرق كبير. وبعدين الوالد رحمه الله عليه حضر حرب العالميه الثانيه، كان اول مدافع مكنه جد، كان هو سريه من راح حضر الحرب في ناحيه العالمين في الحرب العالميه الثانيه. وبعد كده طبعا حرب فلسطين، وبعد كده 56. وبعد 56 الوالد الحرب يمكن بتاعت اليمن ما حضرهاش، لان كنا ايامها في المانيا. ولما رجع من المانيا مؤقتا كان بدأ الصراع بين السلطة العسكرية والسياسية في مصر، بين عبد الناصر وبين المشير عبد الحكيم عامر. وكان بالتالي بيصنفوا الشخص انت تبع مين، تبع ده ولا تبع ده. ما كانش العملية تبع مصر يعني بقدر الامكان. فهو كان في الفترة دي لما رجع من المانيا فوجئ ان هم حاطينه كبير معلمين كلية حربية، رغم ان هو في الفترة دي كان هو عمل احسن شغل بالنسبة للمخابرات العامة والمخابرات الحربية بكشف صفقة السلاح الالماني لاسرائيل، واللي ادت بعد كده لقطع العلاقات بين المانيا الغربية ومصر نتيجة اعتراف مصر بالمانيا الشرقية. فالكلام ده كله سنة 65 رجع على الكلية الحربية، وفي 66 تعين مدير مخابرات حربية. رحمهم الله جميعا، يعني كلهم رجال مصر، ومن خلال حديثنا عنهم بنتحدث عن تاريخ مصر ايضا. السيد احمد محمد صادق رئيس مجلس احدى الشركات اللوجستيه، والحفيد والجد للرجال يعني الحفيد والابن للرجال عظماء في مصر. انا بشكر حضرتك. انا اشكرك جدا. انا اشكرك. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعر، عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة صابرين في وقت الكرب، إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا في السلم